انا جايه اقول لك ازاي تعملي الطبقه التانية الحجازيه للناس اللي مش بيعرفوا يعملوها او يرفعوها. انا اول حاجه طبعا قسمت العجينه على نصين، بس في نص اكبر من نص شويه، اخدت النص اللي اقل وفردت كيس استرتش او كيس تلاجة في قلب القالب اللي انا هشتغل فيه عشان اخد الحجم مظبوط، وفردتها زي ما انتوا شايفين كده. دي الطبقه اللي فوق. هاخد بقى الكيس الاسترتش بتاعي كده هشيله وهطلعه كده بره، وهاخد الحروف بتاعتها كده ايه، هسويها تمام، وهقطعها اربع تربع. طبعا انا كنت عملت الجزء اللي تحت وحطيت عليه الحشو بتاعه بايدي كده، ربع ربع كده هرفعه على ايدي واروح حطاه على وش الصينيه من فوق. تمام. الاربع تربع بحطهم جنب بعضهم اكنهم زي الصينيه. عايزه ترفعي الكيس وتقلبيه مره واحده، لو انت عندك الشجاعه تقلبيه وتضمني اللي هو ما يتبهدلش منك، اعملي الطريقه دي، بس انا بفضل اعمله كده. واللي فاضل ده برضو بفرده تاني، واي مكان فيه فراغات بحط فيه بقيه الفاضل دوت. وبكده هكون قفلت وش الحجازيه بمنتهى السهوله. تيجي بعد كده بقى بالشوكه وتشكلي شكله وبتقطعيها، لانك لازم تدخليها الفرن متقطعه، ويكون الفرن ايه، سخن. عايزه اقول لك ان الطريقه دي سهله جدا. زي ما قلت لك، عايزه تفرجيها على الكيس الاستريتش او الكيس التلاجة وتشيليها وتقلبيها على الصينيه مره واحده، حد يكون معاكي وتقلبيها مره واحده، مفيش اي مشكله. مش عارفه بنفس الطريقه اللي انا عملت بيها ديت، تمسكي الاربع تربع كل ربع على كف ايديكي وتروحي قلبيه وتحطيه، وبقيه العجين اللي بيتفضل بتاخدي تملي الفراغات بتاعتك وبتظبطيها بظهر معلقه، وبتشكليها بالشوكة وبتقطعيها وبتدخليها الفرن، وهتاكلي احلى حجازية. شايفين شكلها؟ وكان طعمها تحفة، تقدري تحفظيها في علبة تقعد معاكي وقت كبير جدا. وبصي عملنا من مقادير كيلو حجازية عملنا 2 كيلو حجازية. روحي شوفي بره الكيلو من بره هتجيبيه بكام، فقولي لي ايه رأيكم، وقولنا بالهنا والشفا، وكومنت حلو منكم ودعوة حلوة.